السلام عليكم. حلقة جديدة من برنامجكم الحسين يقود الحياة. اليوم نتكلم على كربلاء وقيم العفاف. راح أتكلم على موضوع يخص خواتنا وبناتنا النساء اللي هو الحجاب. وايد أسمع اعتراضات من خواتنا المحجبات من يروحن للزيارات، زيارة أماكن مقدسة، كربلاء، النجف، الكاظمية، وحتى في مشهد المقدسة. قسم يشتكن انه المفتشات الموجودات هناك يكونن خشنات ويحاسبن بدقه. يعني ليش راجع انت اللي جاي الزايره؟ يعني الا البس عبايه ويحاسبن اذا خلى شويه مكياج حمراء او كحله وهاي تقول لي امسحي. وين الزعل بالموضوع؟ يعني صار اذا خليت شويه؟ لا، صار كثيرا، صار كثيرا. اول شيء هذا كل دائره، كل مؤسسه بها نظام كون احنا نحترمه. طبعا انا اشوف جماعتنا المسلمين اللي يطلعون برا يصيرون كلش ملتزم بالنظام، المؤسسات الغربيه. لا اقول له لا نظام ما اقدر احاسب، اعتبرها مؤسسه غربيه، اعتبرها معلمة اعظم بكثير، ماكو نسبه مقارنه. عندها نظام، انت هاي المؤسسه هم اللي يديروها، وهاي تحت رعايه المرجعيه. يقول لك انت هذا مكان مقدس، انت من حقك برا، احنا ما نحاسب احد برا ما تلتزمين بالحجاب، لانه من غير المعقول انت لابسه حجاب والحجاب تخليه مكياج. هذا تناقض اصلا. يعني الحجاب كامل يكون حجاب عفه زين. او انا هي تعتقد المؤسسه هاي انه العبايه هي الساتره. هسه مختلفين الفقهاء، بس هو يقول لك انا هذا النظام اللي يلبس يكون يجيب هذا التزم. وانا اقول يا بناتي انه هاي فرصه، انه انتم جايين الى امام معصوم مقدس، فرصه لكم انه تلتزمون بالحجاب الصحيح اللي راد الامام. نحن نعتقد وعلماءنا مراجعنا يعتقدون انه هذا الحجاب الصحيح. ادخلوا هاي التجربه، شنو هاي فرصه لكم انه امارس هذا الحجاب الصحيح. هو سبحانه وتعالى قد يكون يفتح لكم باب الى ايمان حقيقي. انا ما له علاقه يعني ولا نحاكم الناس بشغلاتهم الشخصيه، حتى الغير محجب ما له علاقه بها، لكن لا يصير اسفاف، لا يصير القدوات هسه خارج الحجاب. البناتنا الباقات لا يصير القدوه الصالحه الفاشل نيس والناس العارضات الازياء والممثلات ذولي، يعني اخوان الشياطين ذولي، لا يصيرون قدوه لكم. المفروض واحنا جاي نتكلم على كربلاء العفاف، كربلاء زينب سلام الله عليها، زينب اللي الرواية الصحيحة اللي تتبعتها ترى ما طلعت بالمعركة أبد، وطلعت الطلعة الوحيدة في يوم ليلة 11، ما طلعت أبد. في جوف الليل طلعت وراحت تحت الجسد الشريف، خلت ايدها اللهم تقبل منا هذا القربان. ما عافت حجابها ولا خمشت وجهها، وصية الحسين ما تخالف وصية، ولا نزعت حجابها ولا عيطت أصلا، ماكو، ظلت محافظة على العفاف الحسيني الزينبي اللي يريده ببناتنا. لأن زينب قدوة لبناتنا ونسائنا، حافظت على ربطة الجيش مالتها وعلى وفائها للحسين وعلى صلاتها وصيامها. بل انه زين العابدين سلام الله عليه يروي انه كان يشوفها تصلي صلاة الليل من جلوس. صلاة الليل ما عافتها، مو الصلاة العادية بناتي، صلاة الليل وحجابها بقت. زين العابدين يقول تعجبت شلون دا تصلي انت من جلوس، لازم توافق. قلت لما بي حيل ما اقدر، بس ما اقدر اعرف الصلاة. بالتالي القدوات الصالحة لبناتنا ونسائنا بالقضية الحسينية اللي شالت النصف الثاني الإعلام اللي هي زينب سلام الله عليها، هاي القدوة المرأة اللي المصيبة اللي صارت عليها تهد أعظم الرجال. تشوف أخوها العظيم ولي أمرها المعصوم وأولاده كلهم وأخوانها الباقين كلهم وأصحابها كلهم وولدها، اثنين من ولدها استشهدوا، ما جابت لهم طاري أبدا، لأن ذابت الحسين سلام الله عليه. وكل هاي تشوف التشفي من الناس الظلمة المجرمين، عبيد الله بن زياد ويزيد، وكان عندها الأهم بعد تنقل الرسالة، لأن المعركة الإعلامية هي اللي قادتها. رادت تقول إن المرأة قد ما تمر بمصاعب ومآسي ممكن تواجهها إذا ربيت تربية إسلامية حقيقية، إذا أعدت إعدادا حقيقيا، وظلت حافظ على حجابها وعلى عفافها. ما افتهمت يعني هسه شنو الربط إنه أنت حتى تكونين متطورة تنزعين الحجاب وتكونين ملابس يا ستار فاضحة. من بناتنا وخواتنا طبيبات ومهندسات وعالمات سواء بداخل العراق أو خارج العراق في الدول الغربية، ماكو ربط بين الشهادة والعلم والمعرفة
وبين التعري. التعري هو ابتذال، بس التعري هو ابتذال. والحجاب الحقيقي والعفة الحقيقية اللي لازم نقتدي بها هي زينب سلام الله عليها. تحياتي لكم.